أدري إن ظروف حياتك قاسية جدا، ولأنها قاسية الخيارات المتاحة لك في الحياة قليلة جدا، وأدري إنك تبغى تغير ظروفك وتغير حياتك وتنجح فيها، ولأني عرفت كيف ممكن تغير حياتك في أسوأ الظروف بنيت لك محتوى هذا الفيديو بعناية، واللي فيه راح أعلمك كيف تغير حياتك وتغير ظروف حياتك رغم قسوتها. والكلام هذا حقيقي ومجرب. ومو بس كذا، راح أثبت لك أيضا أن النجاح اختيار والسعادة والحزن اختيار، وانت تختار باستخدام هذه العادة. شرح العادة الأولى، العادة الأقوى، العادة الأعظم من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، الكتاب اللي راح يغير حياتك للمؤلف العظيم ستيفن ريتشارد كوفي. في هذا الفيديو جهز لك أحلى كوب قهوة، أو جهز لك الشاي اللي انت تحبه، أو مشروبك المفضل، وركز معاي لأن هذا الفيديو في نظري هو أقوى فيديو تأثيرا ممكن أشرحه في القناة على الإطلاق. ويلا نستمر. هذه هي العادة الأولى من العادات السبع يا صديقي المتابع، وسماها ستيفن كوفي كن مبادرا. أن تبادر معناته أن تبدأ وتسارع مثل ما تقول المعاجم بفعل الصواب والمؤثر قبل أن تجبرك الظروف على فعله. يعني مثلا طالع ظروفك اللي تقدر تتحكم فيها وظروفك اللي ما تقدر تتحكم فيها، وتشوف وش الخيار الأفضل والشيء المؤثر اللي ممكن تسويه في هذه الظروف، وتبدأ تسويه وبسرعة. وتأكد أنك في يوم من الأيام ممكن تجبرك الظروف أنك تسوي هذا الشيء، ولكن بعد أن يفوت الأوان ويكون تأثيره جدا ضعيف في هذاك الوقت. فيا صديقي المتابع ويا صديقتي المتابعة، لا تنتظر لين تموت جوع عشان تدور أكل، لا تنتظر ظروفك تنهار عليك عشان تبدأ تتحرك وتحاول تنجو، لأنك إذا تحركت قبل لا تجبرك الظروف راح تصنع الفارق في حياتك، ويكون تحركك هذا هو تقدم وتطور في حياتك. أما إذا تحركت بعد ما تجبرك الظروف فراح تكون هي محاولة للنجاح فقط. وهذا الفرق بين إنك تبدأ الآن أو تبدأ متأخر. وانتبه تنتظر الظروف تكون مثالية، حط في بالك إن هذا الكلام ما راح يصير أبدا. فمن الآن ابدأ بتغيير حياتك وبتغيير الظروف اللي انت تقدر تتحكم فيها. واول هذه الظروف واهمها هو عقلك. اذا غيرته وعلمته وطورته واستثمرت فيه راح تنفتح لك فرص كثيرة جدا لا حصر لها. ومثل ما اعطيتك في المثال اللي قبل، اللغة الانجليزية بس اللغة الانجليزية اذا تعلمتها من اليوتيوب راح تفتح لك آفاق كبيرة جدا، واي معلومة غير اللغة الانجليزية راح توفر لك خيارات اكثر. يا رجل هذا الفيديو بس ممكن يغير حياتك، فما بالك ب10 فيديوهات مثله. عشان كذا اشترك في القناة. وكتاب واحد مثل هذا بالتأكيد بإذن الله راح يغير حياتك، فما بالك ب100 كتاب مثل هذا. وما دام معاك جوال تقدر توصلك المعلومة لين حدك، وما دام معاك جوال تقدر تنجح في حياتك. في سنة 2018 يا صديقي المتابع، ولأني ما شاء الله كنت طافح فلوس، رحت أدور عن مصدر دخل إضافي عن طريق الإنترنت، ولقيت أشياء عجيبة غريبة جدا وتافهة وأي واحد ممكن يقدر يسويها. مثلا واحد من المقاطع كان يقول افتح حساب في الانستغرام وحدد لك نيش معين، والنيش يعني يقصد يعني محتوى محدد وشريحة معينة من الناس. وقال مثلا اختر انك تنزل اغاني لمشهور او مغني معين، مايكل جاكسون على سبيل المثال، واتعب على الحساب ونزل اغاني له كثير، ونزل له صور، ونزل اغاني حفلات، ونزل اغاني من ألبوم، واغاني قديمة واغاني جديدة، وكرر عادي واشتغل كل يوم. كان يقول اشتغل كل يوم على هذا الحساب، وراح يجيك 10,000 متابع بمدة اقصاها 6 شهور، وبعدها تعرض هذا الحساب للبيع. تقول والله انا عندي حساب فيه 10,000 متابع راح أبيعها تقريبا $1000. طبعا حسابات الانستغرام اللي تتعدى 10,000 كثير من حقين البزنس يدورونها، لأن لما توصل 10,000 في الانستغرام راح يعطونك خيارات أكثر بالنسبة للبزنس. يعني مثلا تقدر تحط زر خانة للطلب وزر خانة للتوصيل، ويعني أشياء زي كذا يعني. فيقول بتبيعها $1000، يعني تقريبا خلينا نقول 4000 ريال سعودي. ممكن تقول 4000 ريال سعودي في 6 شهور والله ما تسوى. أحسنت، كذا أنت عقلك ثري ما شاء الله. يرد عليك ويقول لك أصلا من قال لك إني راح أبيع حساب واحد كل 6 شهور؟ يقول سو 5 6 7 حسابات ونزل فيها كل يوم، وبعد 6 شهور راح تبيع 6 حسابات أو 7 حسابات، كل حساب $1000، $7000 مضروبة في 4، يعني ما رياضيات الحين من موجودة. 7 في 6 35، زد عليها 7 42,000 ريال سعودي، يعني 42,000 ريال سعودي. تدرون اللي قاهرني؟ اني جلست عاطل من ماي 2015 الى سبتمبر 2016 ولا فكرت ابدا اني ادخل اليوتيوب واقول مصدر دخل عن طريق الانترنت واطيح على هذا الفيديو واسويها في هذاك الوقت وادخل 42,000 ريال سعودي وانا عاطل. على فكرة
هذه هي ميزة القراءة. القراءة مو بس علم، يعني على سبيل المثال أنا قرأت كتاب الأب الغني والأب الفقير وعلمني طرق الوصول إلى الثراء وكانت المعلومات خرافية جدا، ولكن رغم هذا ما راح أكتفي بهذا الكتاب، راح أقرأ كتب ثانية تعلمني كيف أوصل للثراء. ليش؟ مو بحثا عن المعلومة، لا، لأن الكتب زي ما تعطيك معلومات توسع مداركك، تخليك تشوف أشياء وفرص أنت مو شايفها. فعلا اقرأ وربك الأكرم. أنت بس تقرأ الله بيكرمك. 42,000 ريال سعودي يا صديقي المتابع، روح سوها الحين. مش قاعد وطفي الفيديو حقي وروح سوها. وأنواع النيش كثيرة، تقدر تنزل أغاني الفنان مشهور، تقدر تنزل مقاطع أهداف اللاعب مشهور، تقدر تنزل عن الأفلام، عن الأنمي، عن الألعاب، عن أي شيء. المجالات كثيرة يا رجل. الناس تفتح حسابات الانستغرام تنزل أخبار أو تنزل مقاطع مضحكة منوعة بس وتدخل فلوس. كل اللي تحتاجه أو تحتاجينه جوال وإنترنت، وأهلا وسهلا غيرت ظروفك. طبعا ممكن تسألني ليش ما سويتها أنت يا ناصر إذا تشوفها زينة؟ من قالك يا صديقي المتابع الكلام هذا؟ أنا ما سويتها، لا، سويت اللي أحسن منها وأصعب منها بعد. وصناعة هذا المحتوى اللي أنت تشوفه في اليوتيوب هذا أصعب منها وأحسن منها. هذه طريقة واحدة ممكن تغير فيها حياتك. ادخل اليوتيوب راح تلقى ملايين الطرق. لا، ولو تتكلم اللغة الإنجليزية بتبحث عن مقاطع باللغة الإنجليزية وبتشوف طرق أكثر بكثير من المشروحة باللغة العربية. آفاق مدارك. طيب إيش قصة السعادة يا ناصر؟ وكيف السعادة اختيار والحزن اختيار؟ أنا أعلمك. الموضوع جدا سهل. ما قد مر عليك عامل مسكين ودائما حزين وتقول إنه والله معذور صراحة إنه حزين لأنه تارك أهله ومسافر وقاعد يشتغل 12 ساعة في اليوم عشان يتقاضى 400 ريال في الشهر، فوالله معذور وما يلام. وبرضه يمر عليك عامل ثاني مسكين مثله لكن دائما فرحان وسعيد، وأحيانا تكون أنت حزين وهو اللي يسعدك بعد. السؤال ليش هذا إنسان مسكين وحزين وهذا مسكين مثله ولكن سعيد؟ الجواب هذا اختار يكون حزين وهذا اختار يكون سعيد. طيب بلاها سالفة العامل، ما قد شفت ناس فقدوا أطراف أو جاهم عمى أو أصيبوا بأمراض مزمنة مثل السرطان أو صاروا مقعدين على كراسي ورغم هذا سعيدين؟ ليش؟ لأن الحزن اختيار والسعادة اختيار، والموضوع متعلق ترى بالظروف اللي تقدر تتحكم فيها واللي ما تقدر تتحكم فيها. وخلني أعلمك كيف ممكن تختار السعادة. يقول ستيفن كوفي مثل ما عندنا نوعين من الظروف عندنا نوعين من الأشخاص اللي يتعاملون مع هذه الظروف. الأول اسمه الشخص الانفعالي. طبعا ستيفن كوفي حط الظروف اللي ما نقدر نتحكم فيها بدائرة وسماها دائرة الاهتمام، وحط الظروف اللي نقدر نتحكم فيها بدائرة وسماها دائرة التأثير. وقال لك الشخص الانفعالي دائما يكون عايش في هذه الدائرة، ما يشوف إلا هذه الدائرة في حياته، وعشان كذا هو دائما حزين. فعلا والله العظيم ان الموضوع يجيب الحزن. تخيل انك دائما تنام وتقوم ودائما تفكر في الظروف اللي انت ما تقدر تتحكم فيها، محزن. والشخص الثاني هو الشخص الإبداعي، وهذا الشخص اللي دائما يركز على دائرة التأثير ويركز على الظروف اللي يقدر يتحكم فيها، وبتركيزه هذا يكون اختار السعادة. لأن لو كانت ظروفه صعبة جدا، لنفرض انه على سبيل المثال مقعد وقرر انه يختار السعادة ويركز على الظروف اللي يتحكم فيها ويتعلم اللغة الإنجليزية، فسيولوجيا إذا تعلم اللغة الإنجليزية راح يفرز فيه هرمون الدوبامين. هذا الشيء بيصير غصبا عليه، جسمه كذا إذا أنجز هو شيء معين أفرز الجسم هرمون الدوبامين، وهرمون الدوبامين يشعر الشخص بالسعادة. يعني الموضوع فسيولوجيا صحيح، مو بسايكولوجيا. فسيولوجيا يعني بدني، وسايكولوجيا يعني نفسي. يعني الموضوع ما في علم نفس وخرابيط، لا، هذا فعلا جسم كذا يشتغل. طيب تبغاني أعلمك كيف تعرف أنك أنت شخص انفعالي أو شخص إبداعي، سواء دائما أو في بعض المواقف؟ حاضر يا عسل. من لغتك يا صديقي المتابع تقدر تعرف أنت شخص انفعالي أو شخص إبداعي. تقدر تعرف أنت مركز على الظروف اللي تقدر تتحكم فيها أو الظروف اللي ما تقدر تتحكم فيها. مثلا أول ما تسمع نفسك تقول ليس بيدي حيلة، ما بيدي شيء، هذه هي الحالة وأنا ما بيدي شيء، أنت كذا شخص انفعالي. لكن إذا قلت دعني أبحث عن حلول، خلني أدور وش الحل اللي ممكن أطلع فيه من هذه الحالة، كذا أنت شخص إبداعي. أول ما تسمع نفسك تقول لا أستطيع، أنا ما أقدر أنجح، ما أقدر أفوز، ما أقدر أنحف، ما أقدر أتعلم، ما أقدر أسوي، ما أقدر، أنت كذا شخص انفعالي. لكن إذا قلت كيف يمكنني أن أفعل ذلك، كيف أقدر أتعلم، كيف أقدر أنحف، كيف أقدر أفوز، كيف أقدر أنجح، كيف أنت كذا تهيئ عقلك وبدنك وتخليه جاهز لأن يتعلم، وهو راح يساعدك أصلا في الوصول إلى حلول، وكذا أنت تكون شخص إبداعي. وإذا قلت يا صديقي المتابع أنا لست السبب في ذلك، وبديت تلقي باللوم على أشخاص غيرك وتلقي باللوم على الظروف المحيطة فيك، كذا أنت تكون شخص انفعالي. شريك حياتي هو السبب، أمي وأبوي هم السبب، مديري هو السبب،
السبب، أو تلوم الظروف وتقول والله الفلوس هي السبب، أو الوظيفة هي اللي ما خلتني ألقى وقت أتعلم فيه، أو ما خلتني ألقى وقت أمارس فيه بزنس أو أنجح، وغيرها كثير من أشكال اللوم. كذا أنت تكون شخص انفعالي. والشخص الإبداعي دائما يلقي باللوم على نفسه، ودائما لما يشوف شيء فشل فيه أو شيء ما قدر يحققه يروح يدور في نفسه ليش هو ما قدر يسوي كذا، ويقول إيه والله صح أنا ما تعلمت الشغلة الفلانية بشكل كويس، إيه والله صح أنا ما جربت الشيء الفلاني عشان أعرف كيف هو ممكن يصير، فعلا أنا ما لقيت وقت أفتح فيه مشروع ولا لقيت وقت أطور فيه من نفسي لأني ما تعلمت نظام من أنظمة إدارة الوقت. إذا يا صديقي المتابع، أي لغة أنت تستخدمها تبين انك عاجز او تخليك تركز على الظروف اللي ما تقدر تغيرها، هذه اللغة تعلمك انك انت في هذه الحالة شخص انفعالي، اخترت تفشل واخترت تحزن. ارسل لي مرة مقطع خوي ليس براون يتكلم فيه عن التشيكن مان، الرجل الدجاجة، ويقول ليس براون في الداون تاون في مدينتنا كان في رجل كنا نسميه الرجل الدجاجة، كان يسوق سيارته ويتجول في الداون تاون ويضرب بواري 24 ساعة، وكان اذا نزل من سيارته تكون معاه عربية فيها ولدين دمى وصورة لمرأة، وإذا قربت منه تسمعه يقلد صوت الدجاجة دائما، وكلنا كنا نضحك على الرجل الدجاجة ولا نعرف وش قصته. يقول هذا الرجل في يوم من الأيام صحى الفجر على بيته وهو يحترق، فقام ونحاش وطلع برا البيت عشان ينقذ نفسه، فلما طلع برا اكتشف ان زوجته وعياله لا يزالون في الداخل، زوجته راحت تنقذ عيالهم 2 ولا قدروا يطلعون برا البيت، فمن الخوف ما قدر يرجع داخل البيت وينقذهم، فكان يسمع صرخاتهم وصياحهم وهم يستنجدون، ولما جاء أخو زوجته بعد ما فات الأوان مسكه وضربه وقعد يهاوش فيه وكان يردد عليه يا الدجاجة ليش ما أنقذتهم، يا الدجاجة ليش ما أنقذتهم. طبعا باللغة الإنجليزية تشيكن تستخدم كدجاجة وتستخدم كجبان، فيعني كان يقول له يا الجبان ليش ما أنقذتهم. ومن ذاك اليوم دخل هذاك الرجل في شرنقة الحزن، وثبت هذا الموقف اللي ما يقدر يغيره في حياته، وبكذا يكون هو اختار الحزن وقرر انه يعلق فيه، ومن هذاك اليوم وهو الرجل الدجاجة اختار التركيز على دائرة الاهتمام، وعشان كذا هو اختار الحزن طول حياته. وفي جملة في كتاب السر قريتها عجيبة جدا، تقول أن مشاعرنا من حزن وفرح هي كالمرآة اللي تعكس التفكير اللي موجود في بالنا، فإذا كانت الأفكار اللي موجودة في بالنا تودينا للحزن راح نحزن، وإذا كانت الأفكار اللي موجودة في بالنا تخلينا نفرح راح نفرح. فلذلك بمجرد ما تشعر أنك حزين تأكد أن الأفكار اللي موجودة في بالك قاعدة تركز على الظروف اللي ما تقدر تتحكم فيها، وغير تفكيرك على طول وفكر في الظروف اللي تقدر تتحكم فيها وتغيرها، راح تتغير حياتك. مثل ما قلت لك بالضبط في الفيديو اللي تكلمت فيه عن مقدمة هذا الكتاب، التغيير يبدأ من تغيير التفكير، من تغيير المنظورات الفكرية. إذا يا صديقي المتابع غير تفكيرك وابدأ فكر في الظروف اللي تقدر تتحكم فيها وكن مبادرا وغيرها، وباستخدام نظرية المزرعة بعد مدة راح تتغير حياتك تماما. أثناء ما كنت أقرأ هذا الكتاب ذكر ستيفن كوفي قصة عجيبة عن المبادرة، لازم أشاركها لك يا صديقي المتابع. يقول ستيفن في أثناء إحدى الندوات التي كنت أتحدث فيها عن المبادرة نهض رجل وقال: ستيفن يعجبني ما تقول، ولكن كل موقف يختلف عن الآخر. خذ زواجي على سبيل المثال، إنني قلق جدا بشأنه، لأنني أنا وزوجتي لم نعد نكن لبعضنا البعض المشاعر ذاتها كسابق عهدها، يعني مشاعرنا ذبلت بالعربي، وأعتقد أنني لم أعد أحبها كما أنها لم تعد تحبني أيضا، فما الذي يسعني القيام به؟ فسألته: ألم تعد بينكما أي مشاعر؟ فأجابني مؤكدا: هذا صحيح، ولدينا 3 أطفال ونحن قلقان جدا بشأنهم، فما الذي تقترحه؟ فأجبته: أحبها. ستيفن لقد أخبرتك أنه لم تعد بيننا أي مشاعر، فقلت: أحبها. ستيفن ألا تفهم؟ لقد انتهت المشاعر بيننا، فقلت: إذن أحبها. فإذا المشاعر لم تعد موجودة فهذا سبب قوي لتحبها. فقال: كيف أحب شخص أنا ما عاد أحبه؟ فقلت: يا صديقي إن الحب فعل. اسمعوا الكلام القوي، اسمعوا يا صديقي، إن الحب فعل، ومشاعر الحب هي نتيجة هذا الفعل، فلذلك قم بحبها واخدمها وقدرها وضح من أجلها واستمع لها واهتم بها، هذا هو الحب الفعل. فأنت جعلت المشاعر هي التي تقود الأفعال، والعكس هو الصحيح، الأفعال تأتي أولا ومن بعدها تأتي المشاعر. الحب فعل، فهل أنت قادر على أن تفعل ذلك؟ يا الله يا الله يا الله، شفتوا كيف العقلية اللي ممكن تصنع التغيير تحت أي ظرف من الظروف؟ فيا صديقي
صديقي ويا صديقتي تقدر تغير حياتك تحت أي ظرف من الظروف. كل اللي عليك انك تغير منظوراتك الفكرية وتبدأ تفكر في الظروف اللي تقدر تتحكم فيها وتبدأ تشتغل عليها بنظرية المزرعة، وراح تتغير حياتك وتغير حياتك إلى مرحلة الثراء. ستيف هارفي تحول من شخص هوملس ما ينام إلا في سيارته في الشوارع إلى شخص تقدر ثرواته بملايين الدولارات في أقل من 20 أو 25 سنة. شفتوا نظرية المزرعة؟ وأنا متأكد أنك تعرف لك شخص أو تعرفين لك شخص ممكن تتغير حياتها بسبب هذه المعلومة. ارسل له هذا الفيديو، وإن كانك فعلا استفدت لا تنسى تعطيني لايك وتابع الفيديوهات اللي راحت تراها جميلة وممتعة. ويلا أول شيء تسويه بعد هذا الفيديو تاخذ ورقة وتكتب وش الظروف اللي تقدر تتحكم فيها في حياتك وتلزقها على الباب، وكل يوم وانت طالع من باب الغرفة تشوفها عشان تتذكرها وتغيرها. ومثل ما قلت لك أهم شيء تقدر تغيره في حياتك هو عقلك. كل ما طورته وعلمته أكثر راح يفتح لك خيارات أكثر. ومقطع واحد فيه معلومات حلوة مثل هذا ممكن يغير حياتك، فما بالك ب10 مقاطع أو 100 مقطع. فلا تنسى تشترك في القناة.